مبروك الثلاث نقط، وبجد فوز مهم جدا جدا انك تفوز على المصري، في ظل السكواد اللي هو فيه حاليا، انك تفوز في ظل المشاكل والنقص والمديونيات وكل القرف اللي احنا فيه دوت. فده بالنسبه لي انجاز واعجاز بمديرنا الفني كابتن معتمد جمال، بالروح الزملكاويه اللي بثها في كل لعيبه الزمالك. بجد كابتن معتمد بيصنع عظمه في الزمالك حاليا في ظل الامكانيات اللي احنا فيها المؤسفه. كابتن معتمد جمال ابتدى بنفس تشكيل ماتش بتروجيت ما عدا ناصر منسي في الهجوم ومحمد شحاته المصاب، وتخيل برضه بيلعب نفس الباكات احمد خضري ومحمد ابراهيم، وتخيل الخبرات اللي بيكتسبوها في الكونفدراليه. طبعا عندهم نواقص، بس تخيل انهم اللعيبه ديت بتلعب بكل حريه وبعدم خوف، بيلعبوا بكل يعني اريحيه. كابتن معتمد جمال مديهم كل الثقه، لان احنا ما عندناش لعيبه فانت يعني خلاص انت مضطر ليهم، بس ما شاء الله عليهم هم ثابتين نفسهم، وبالذات محمد ابراهيم دوت عاوز وقت شويه ويتطور اكتر من كده، وهيبقى في حته حلوه قوي في الزمالك، لعيب خامه محترمه. لو جينا بصينا الشوط الاولاني هنلاقي ان نص ملعبنا كان متاكل مننا، لعيبه المصري كانت هي مستحوذه على الكوره في نص ملعب، في ظل محمد اسماعيل مش مركزه اصلا، مكسر مركزه مدافع، وفي ظل برضه محمد السيد اللي ما عندوش خبرات، اللي كان محتاج حد جنبه برضه يشيله. خلينا ان احنا نقول ان كابتن معتمد جمالي بيعتمد على ايه؟ اللي هو اكسب وقت اكسب وقت اكسب وقت. خلص الشوط الاولاني بس كده باللعيبه ديت كنص ملعب لحد ايه ما ننزل دونجا وعبد الله السعيد اللي مش جاهزين. دونجا مصاب وعبد الله السعيد مش جاهز، فبيقول لك ايه؟ اكسب وقت اكسب وقت بمحمد اسماعيل بمحمد السيد لحد بس ايه ما ننزل دونجا وعبد الله السعيد في الشوط الاولاني يكملوا الشوط الثاني ويصنعوا الفارق. نتكلم بقى على ضربتين جزاء اتحسبوا النهارده. واقول لكم حاجه من الاخر، طالما ما فيش فار يبقى كل سنه وانت طيب. هتلاقي هنا يقول لك ضربه جزاء وما فيش ضربه جزاء وما فيش فار وبتاع، يبقى كبر دماغك، دي دخلت ودي دخلت صح. الاثنين الشوط الاولاني خلص تعادل 1-1 تمام. ندخل بقى على الشوط الثاني. الشوط الثاني كابتن معتمد جمال عجبني قوي التغييره بتاعه ناصر منسي، ما استناش نزل ناصر منسي على طول. كان في مدرب الله يمسيه بالخير كان بيطلع بمواجب كان ينزل مثلا ناصر منسي ويطلع عدي الدباغ، غبي جدا اقسم بالله. لكن كابتن معتمد جمال نزل ناصر منسي ضغط على المصري، وفي نفس الوقت نزل دونجا واحمد حمدي. الفرقه تقلت، الفرقه يعني شويه اهي داست شويه بنزين، والحمد لله ربنا كرمنا بجون عدي الدباغ اللي فايق النهارده شويه. فك النحس يا كايد، فك النحس يا ابني، يا ابني انت عامل عقد مع العارضه انها يعني تقف في وشك دايما، في ايه بالظبط يا ابني؟ روح طبطب بخاطرها، قول لها ارحمي امي، ارحمي امي بقى، يعني عاوز الجون يدخل بقى بشكل حلو، انا بعمل كل حاجه حلوه وباجي انت بتقفي على يعني انت بتعمل حاجات حلوه، حاجه حلوه قوي يا ابني اقسم بالله. جون الماتش الاولاني اللي فات دوت والشوط الماتش دوت يعني كانوا جونين احلى من بعض اقسم بالله. بس اقول لكم حاجه، كايد بيقدم مع الزمالك حاجات حلوه قوي وبيعيد اكتشاف نفسه مع الزمالك. اتمنى الاستمرار يا كايد وتطور نفسك يا ابني اكتر من كده اكتر واكتر. عدي الدباغ الحمد لله جاب جول النهارده وبقاله ماتشين او ثلاثه حلو مع الزمالك، بس برضه يا عدي انت محتاج تطور نفسك اكتر من كده، محتاج احس انك مهاجم الزمالك الاساسي. الفينش بتاعك احسن من كده بكتير، انت بتضيع كرات غريبه جدا على مهاجم الصراحه يعني. فعشان كده اتمنى انك تطور نفسك اكتر واكتر واكتر من كده مع الزمالك. عم جيد النهارده عمل اداء على المستوى الدفاعي كويس جدا، وعلى مستوى تنفيذ ضربه الجزاء من المميزين الجامدين قوي في تنفيذ ضربه الجزاء. اعصاب ثلاجه، هادي راسي، بيحط الجون كده ايه سيمفونيه بيحطها جون. مش عاوز احسده، اتمنى انه يستمر على كده يا رب يا رب، ويتطور اكتر واكتر واكتر كمان وكمان وكمان. يا ونش يا ونش يا ونش يا ونش يا جامد يا ونش يا اللي بترجع نفسك ونش من تاني. انت بتفكر في كاس العالم، انا متاكد كده. انت بتفكر انك تكون في قائمه كاس العالم مع كابتن حسام، ده اللي انا حاسه، وده اللي مخليك مستواك مع الزمالك ما شاء الله كل ماتش عن ماتش بيتطور. وبالذات النهارده انت كنت ما شاء الله على المستوى الدفاعي ونش من الاخر. استمر يا ابني ان شاء الله باذن الرحمن مع الزمالك، هتعمل موسم حلو جدا، وفي نفس الوقت باذن الرحمن هتروح منتخب مصر في كاس العالم باذن الله. الف سلام عليك يا دونجا، بس انت يا معلم انت مقريف، انت مقريف كده ومش عاجبني اقسم بالله، بقالك فتره مش عارف. بس اتمنى ان تكون نفسيتك افضل من كده عشان احنا محتاجينك قوي، احنا محتاجينك يا دونجا. اتمنى انك تروق وتفوق عشان تظبط معانا فوق. واخيرا جمهور الزمالك هو البطل الحقيقي،
شابوه، مبروك.